بسم الله والحمد لله، الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة البيوت وجعلها لنا سكنا ورحمة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته غالياتي. أسأل الله أنه فيديو اليوم يلقاكم وأنتم بخير وصحة وعافية وبركة وستر يا رب. حبيت من خلال هذا الفيديو، من خلال هذه المقدمة، أني نشكر كل أخت، كل جوهرة، كل غالية خلت لي تعليق، خلت لي كلام محفز، خلت لي كلام إيجابي وجميل. جزاكن الله الجنة، جزاكن الله عني كل خير يا رب. أسأل الله لكن التوفيق وتيسير الأمور وتسديد الديون وقضاء الحاجة. أسأل الله أن يرويكن من فيض أمانكن يا رب يا رحمن يا رحيم. صدقوني كمية الكلام الطيب اللي لامسني في الفيديو السابق، الله المستعان. صراحة مش اللي فرحت به وخلاص. جزاكن الله عني كل خير. أسأل الله أن يقضي حاجتكن جميعكن لما فيه خير لكن يا رب. شفت أيضا بعض الأسئلة، أسأل الله أن يوفقني للإجابة عنها فيما ينفعكن بإذن الله. لكن سأتطرق لها ربما في آخر الفيديو. في خصوص خشني صوتك، الله المستعان، راني نبذل قصار جهدي. لما زال الصوت فيه مشكلة راح نتوقف وخلاص، راح يكون بالك هذاك هو سبب توقفي. أنا أصلا صليت صلاة الاستخارة قبل ما نباشر في هذا العمل. أسأل الله إذا كان فيه خير يسرنا ويبارك لنا فيه، وإذا كان فيه شر هذه الفيديوهات سواء لي أو لكن، لكن فيهم شر عاجل أو آجل، أسأل الله أن يصرفنا عنه ويصرفه عنا ويكتب لنا الخير حيث كان ويرضينا به يا رب، سواء لي أو لكن. عموما غالياتي، اليوم حبيت نتطرق لنفس الموضوع، وهو تقسيم ميزانية أو راتب الشهري لثلاث ملايين. تقسيم مدروس، وأسأل الله أنه تمشوا عليه وتتوفقوا. حاجة أخرى فاني لازم نحطوا عليها الضوء، اسكو 3 ملايين ما نكذبوش على روحنا باش 3 ملايين تعيشك الرفاهية؟ لا غاليتي، باش تعيشك انك تاكلي الفاكهة وتاكلي الخضرة وتاكلي اللحم، هذا امر مستحيل. ما هوش مستحيل على الله، ولكن لازم نكونوا قنوعات، لازم نكونوا راضيات. لكن راح حابة ب3 ملايين انك توفري، و3 ملايين تعيشي وتاكلي وتشربي وتلبسي، الحمد لله. انا بالنسبة لي ناكل البن بالفول ومن متش يدي، ما نسألش الناس، ما نكونش عالة، ما الحمد لله الحمد لله. أكثر حاجة نحمد الله عليها أني ما توصلش بيا نطلب إنسان أنه يسلف لي باش ناكل. أنا تبلي هذا أعظم إنجاز بالنسبة لي في الاقتصاد، أنك تكملي الشهر وما تسأليش الناس يعطوك، راه إنجاز كبير. راح نعيشوا غير بالضروريات، ولكن دايما كورجوا رواحكم اسكو انها فترة وتعدي بإذن الرحمن الرحيم. احنا رانا دايرين اللي علينا، ورانا نبذلوا في قصار جهدنا، ورانا حامدين الله وراضيين بوش عطانا الحمد لله، رانا نمشو على حساب واش عطانا الله، ما تعديناش حدودنا. وفانيك باش تصيبوا كوراج، شوفوا للي قل منكم كيفاش انسان او عائله متكونه من 5 افراد 6 افراد 7 افراد وعايشين ب1,800,000. كاين. لكن القناعه كنز لا يفنى. صدقوني كي تكونوا قانعين وراضيين بعطية الله كل شيء يتيسر. والإنسان اللي يكون شبعان وكبر في العز وكبر في الشبعة وكبر أنه يحمد الله على أصغر نعمة، راح هذه الأمور تجيه بديهية وتجيه سهلة ويتمكن لها وعادي. وشنو دايما ننصحكم أنكم تكورجوا رواحكم، بسكو هذه الفترة هذه ما يجي دايما. أنا ما نقعدش دايما هكا في الفقر من إلا ما يجي فرج الله. لازم يكون عندكم حسن اليقين بالله. حاجة أخرى، الكرش لو وكلتيها لحم ولا وكلتيها خبز يابس ما راحش تشفى عليه. دونك غالياتي، ننصحكم أنكم تشبعوا عقولكم، تشبعوا نفوسكم،
تشبعوا ثقافتكم، دينكم، هذه الأمور أولى. أما الكرش إلا ما وشبعت. عموما نجول للصح. الآن نباشروا في تقسيم 3 ملايين. 3 ملايين باش نقسموها، شوفوا أنا واش درت. مبلغ 3 ملايين، 3 ملايين سنتيم، قسمتها على 2، فيها 1,600,000 للأكل، وفيها 1,400,000 سميتها حياة. دوك نجو نفصلوا في الأمر. 1,600,000 أكل كيفاش؟ قسمتها 3 ملايين 800,000 ظرف المواد الغذائية. ظرف المواد الغذائية 800,000 8,000 دينار جزائري. الظرف الآخر فيه أيضا 800,000. 800,000 هذه قسمتها على 2. ظرف اللحوم اللي هي 200,000 دجاج. 200,000 أنا نشري 100,000 دجاجة وزوج لكويس، دجاجة وزوج فخوذة، دجاجة ودو كويس. تجيبها لي ب100,000. نشري هاك ميزان، مثلا الكويس يدير نقولوا 15,000 ولا للزوج يطيحوا لي كويس يطيح لي 40,000، نشري دجاجة 60,000. ونراقب الدجاج كي يكون طايح. الدجاج كي يكون غالي نعوض الدجاج بالبيض. ما نكذبش عليكم، انا ياكلوا لي البيض اكثر من الدجاج. انا اصلا ما نحبش الدجاج، وهذاك الدجاج راه غير مرض. الله المستعان، ما نكذبوش على روحنا. ماهيش حاجه اللي تفيدنا ورانا حرمنا روحنا منها. من سالك بنا وخلاص. حاجه اخرى بين قوسين، انا نعيش في منطقه ساحليه، ومعروفين اللي يعيشوا في المناطق الساحليه معروفين بالحوت. يعني احيانا نعوض الدجاج بالحوت، الحمد لله. قلنا 1,600,000 اللي خصصناها للأكل، فيها 800,000 مواد غذائية، و800,000 فيها 200,000 دجاج. 200,000 تجيب لك 2 دجاجات و4 لكويس، وفيها 400,000 خضر. تقولوا لي كيفاش 400,000 خضر؟ تنجموا. نشري البطاطا بالكونتيتي، نشري البصل بالكونتيتي، ومشي كونتيتي كبيره، شويه وساي، زعما ساشي سورتو البصل راه يفسد. انا ما نشريش الخضره بالكونتيتي ونحطها في فريجيدار تذبال وتفسد لي، وساعات نبقى هكا لازم ندير هذاك البلا تاع خضره باش نكونسوميها. لا، انا نشري على حسب نحتاج. البطاطا والبصل هذو لازم يكونوا في الدار بيسك مكاش مرميطه بلا بيهم. الجزر ثاني نشري شويه بيسك يشد، ماهوش كيما باقي الخضروات تفسد. الطماطم ثاني نشري ب4 حبات، ونشري الحبات الصغار باش ما نخسرش. مام البطاطا والبصل نشري حبات صغار باش ما نخسرش. انا ندير ربع حبه في مرميطه تاع بصل. حاجه اخرى كورجات واللفت وهذو الصوالح ما نشريهمش الا نهار اللي نكون رايحه ندير رشته ولا طعام، ولا رايحه ندير سوب ولا رايحه ندير طعام. نشري حبه 2 حبات ما نفوتش. هذا هو الظرف تاع 1,600,000 اكل. 1,400,000 اللي سميتها حياه. 1,400,000 اللي سميتها حياه. بون نكتب لكم اللي هنا بالك ديروا كابتشر. ظرف الخضر 400 دينار جزائري. ظرف اللحوم 200 دينار جزائري. ونجول 1,400,000 حياة. 1,400,000 حياة هذه. ظرف الطوارئ 300 دينار جزائري، 3000 دينار جزائري، 300,000. ظرف الفواتير، فواتير خصصت لها 250,000. 250 3 أشهر، يعني الفواتير راهي تجي من 3 أشهر حتى 4 أشهر. 250 راح تشكل لك 750,000. 750,000 تخلص لك الضوء والماء. البنات استحفظوا، البنات الماء ما تغسلوش تحت السبانه، تكونسيميو الضوء اللي عندهم الموتور اللي يخدموا بالموتور، وتكونسوميو بزاف الماء. ديروا باسينه وشيلوا ما عندكم وغسلوا ما عندكم، ماشي عيب.
انا نخدم بالبسينه، ما نكذبش عليكم، نستحفظ اصلا. في حديث لا تسرف، هو حديث ضعيف ولكن نخدموا به. لا تسرف ولو كنت على نهر جاري. الفواتير 250، 6 شهور راهي تتلم لك 750. ظرف الادخار، ظرف الادخار 450، 450 ألف للادخار. يبقى ظرف الاحتياجات، هنايا تزيد لنا 200 ألف، كي نتجمعوا كاع هذو تزيد لنا 200 ألف، من 1,400,000 ألف تزيد لنا 200 ألف. هذه 200 ألف كيفاش نديروها؟ هذه 200 ألف روحي صرفيها، صرفيها 1000، 2000، 5000، 10000، الأحسن 2000 وألوفة. هذه خصصيها للخبز، غير للخبز بويسك راكي شارية. ظرف المواد الغذائية، ظرف المواد الغذائية لهنا نشرو غير نيسيسا، غير نيسيسا، الزيت، القهوة، السكر، الحاجات اللي تاكليها. شوفي باش توفقي لهنا لازم لك تجيبي ورقة وستيلو وتكتبي الحاجات اللي تستهلكيها، الحاجات اللي تاكليها وياكلوها وليداتك، سينو تفلت منك الأمور. هذو هما غالياتي، هذو هما التقسيمات. ديروا كابتشر لا تحبوا. قلنا ظرف الطوارئ 300 ألف، ظرف الفواتير 250 ألف، ظرف الادخار 450، ظرف المواد الغذائية 800 ألف، ظرف الخضر 400 ألف، ظرف اللحوم 200 ألف، ظرف الاحتياجات 200 ألف. راح تقولي لي ومصروف الزوج، مصروف الزوج أنا ما على باليش شحال يستهلك أزواجكم. عموما ظرف الزوج باش تنحيوه، نحو 100 ألف من الطوارئ، من الفواتير 100 ألف، من الادخار 100 ألف ولا 150 ألف ولا من لهنا 150 ألف. هاكا تشكلوا 300 ألف، 450، سينو 500 ألف، على حسب شو تحتاجوا نحو من هذا لونفلوب. حاجة واحدة أخرى غالياتي، بإذن الرحمن الرحيم الفيديوهات القادمة راح نشارككم اللي طلبت مني انها كارية تحط لي شحال الراتب ولا شحال الميزانية المخصصة اللي فيها الكيراء وفيها هذا التقسيم، هذا 3 ملايين ساي تهنينا منه. دوكا انتي تخلصي 4 ملايين ونص ولا 5 ملايين، نحي الكريا تاعك ساي، خصصي 3 ملايين سنتيم غير للوسمو للاستهلاك الشهري. حاجة أخرى، بإذن الرحمن الرحيم راح نشارككم كيفاش متغلبة على الملابس وعلى عموما ظرف الطوارئ والادخار راه فيه الملابس. لكن انا ما نكذبش عليكم، انا مانيش كروازي لي بغا، انا مانيش لي بغا كاسي، انا دايره واحد نتفتف نافيغي كما نقولوا. الله المستعان، رانا في وقت متطلب بزاف، وليداتنا يتطلبوا، دايره مشاريع من بيتي بدون اختلاط، بدون الخروج من البيت. الحمد لله فيها مصروف قليل، ولكن الحمد لله راه يغطي لي حاجات واحد اخرين ويبلع هذوك الثقوب، والحمد لله. الله المستعان، لازمنا نتعاونوا في هذه الدنيا. ما قدرتوش على هذا الشيء وما قدرتش هذه 3 ملايين تكفيك يا اختي، طلبي من الزوج تاعك انه يشوف حاجات اخرى يديرها. لازم الله غالب، ما عندناش حل اخر نروحوا نطلبوا على الناس. لا الحمد لله رانا بأزواجنا وبصحتهم وما شاء الله، ومسؤوليته والقوامة للرجل، ومن قوامته انه يوفر لعائلته. الله المستعان، ماهوش امر سهل، ولكن احنا ندعو لهم الله يتوفقوا في هذه الدنيا ويوفروا لنا ويكفونا، والله هو الغني، والله اكثروا الدعاء والاستغفار وديروا الخير وتصدقوا. تفكرت الصدقة غالياتي انا ندخلها هنا. هذا ظرف الطوارئ. انا شاركتكم التقسيم اللي فات، هذاك هو التقسيم تاعي انا الشخصي، وهذا ستوندار. ان شاء الله يكون فاتكم يا رب يا رحمن. يعلم الله اني صادقه في قولي، ويعلم الله اني والله حابه نفيدكم، يا رب وفقني لذلك. هذا ما كان غالياتي. الفيديوهات القادمه ان شاء الله راح نشارككم بعض المشاريع اللي انا فادتني واللي دايرتها من بيتي، صدقوني، وفيها واحد الحيل باش نكونتيزي ونتحايل في المصروف وكاع. الحمد لله، والله الحمد لله، وذلك توفيق من الله تعالى.
انتظروني في فيديوهات قادمة، وبارك الله فيكم، وكل أخت راهي متمنية لي الخير نتمنى لها الضعف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.